عبر مسيرته لعب دروغبا رفقة 8 أندية منها 5 أندية أوروبية، وبفضل جودته أصبح الفيل الإيفواري أحد أساطير الأندية 8. ولكنه وإن صار أحد أساطير كرة القدم في هذه الأندية، فقد كان الوضع مختلفا تماما في بلده الكوديفوار، فهو لم يصبح مجرد أيقونة رياضية، بل صار دروغبا أسطورة في الثقافة القومية الإيفوارية بعد أن تمكن من حل خلاف سياسي أدى لحرب أهلية دامت لمدة 5 سنوات كاملة. في هذا الوثائقي سنغوص في نشأة اللاعب الإيفواري ومسيرته الرياضية الحافلة بالأهداف والألقاب. وطبعا عندما نتحدث عن دروغبا لابد أن نمر بالحرب الأهلية الإيفوارية. لكن قبل بداية هذا الوثائقي ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديدنا. كان دروغبا مهاجما لا يمتلك نقاط ضعف، فهو خطير عندما يكون المرمى خلفه، يجيد طلب الكرة في عمق الملعب، يتقن تنفيذ المخالفات المباشرة، ونقطة قوته الجبارة الصراعات الهوائية. ببساطة دروغبا ليس المهاجم الذي تحب أن تدافع أمامه، 1.88 سنتيمترا و85 كيلوغراما من العضلات، رشاقة وقوة بدنية ومهارات قد يفتقدها معظم المهاجمين الذين في حجمه، تمريرات مميزة في العمق ورؤية واسعة لأرض الملعب. إلا أن دروغبا لم يصل للمكانة التي حظي بها بسهولة. موسم 2001-2002 بدأ ظهور الإيفواري الذي يبلغ من السن 23 سنة على الساحة مع نادي لومان الفرنسي الصاعد حديثا حينها إلى دوري الدرجة الأولى، وتحديدا في مباراة نادي سانت-إتيان في الجولة 21. دروغبا يدخل إلى أرض الملعب في الدقيقة 76. 4 دقائق كانت كافية ليعرف الفرنسيين أنهم أمام لاعب استثنائي. دروغبا يسجل الهدف الثاني والثالث لفريقه، ونادي لومان يفوز على نادي سانت-إتيان، ومن هنا بدأت حكاية العاجي. في ذلك الوقت كان نادي غانغون الفرنسي لا يتعاقد إلا مع المواهب الشابة، وكان من الغريب أن يتعاقد الفريق مع لاعب يبلغ سنه 24 سنة. لكن مدرب الفريق غاي لاكومب أصر على التعاقد مع النجم الإيفواري مقابل ثمن زهيد لا يتجاوز مبلغ 100,000 يورو. وبوم، ينفجر دروغبا 34 مباراة في الدوري، 17 هدفا. العاجي يحتل المرتبة الثالثة في ترتيب هدافي الدوري الفرنسي، ويسجل أمام كبار الدوري باريس سان جيرمان ومارسيليا وليون بطل الدوري. ونادي غانغون بعد أن كان يصارع على تفادي النزول في الموسم السابق يحتل المركز السابع في الدوري الفرنسي. قوة ومهارة دروغبا وأهدافه الحاسمة جعلت النادي الفرنسي أكثر قوة. هذه الإمكانيات التي صارت واضحة للعموم في فرنسا جعلت الإيفواري محط أنظار أكبر أندية الدوري، فقد احتد الصراع بين ليون ومارسيليا وموناكو على ضم المهاجم العاجي. وكما قال دروغبا سابقا أنه يتبع إحساسه في اختيار قراراته المصيرية. اختار دروغبا الانتقال إلى مارسيليا ليبدأ فصل جديد في مسيرة الفيل الإيفواري. مقابل مبلغ 6 مليون يورو انتقل دروغبا إلى ملعب الفيلودروم، وفي أسابيع قليلة وضع دروغبا جماهير نادي مارسيليا في جيبه، وأصبح لا حديث في المدينة سوى عن النجم العاجي. موسم استثنائي قدمه دروغبا في 55 مباراة في جميع المسابقات، سجل الإيفواري 32 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة. وبعد هذا الموسم مع مارسيليا أصبح أحد أفضل المهاجمين في العالم، ولم يعد مجرد موهبة شابة، خاصة بعد قيادته لنادي مارسيليا إلى نهائي كأس اليويفا أين انهزم الفريق أمام نادي فالنسيا. وبفضل أهداف دروغبا نجح الفريق في تجاوز عمالقة القارة الأوروبية نادي انتر ميلان ونادي ليفربول ونادي نيوكاسل. دروغبا أخذ وقت طويل للوصول إلى العالمية، لكنه أصبح الآن مطلبا لجل الأندية الكبرى في القارة الأوروبية. وبعد أن تحصل على لقب أفضل لاعب في الدوري الفرنسي، صار طموح الإيفواري أكبر بكثير
من نادي مارسيليا. في مباراة مارسيليا ونادي بورتو في دوري أبطال أوروبا عام 2003، وبعد انتهاء المباراة التي سجل فيها دروغبا، اتجه مورينو للاعب الإيفواري وقال له أنه حينما يمتلك الفرصة لضمه لفريقه سيفعل ذلك دون تردد. وها هو مورينو ينفذ وعده للنجم العاجي ويضمه إلى نادي تشيلسي مقابل مبلغ 39 مليون يورو. مورينو لم يخفي أبدا طوال مسيرته التدريبية إعجابه بدروغبا، وقال عنه أنه لم يرى لاعب يحمل فريقه على ساعديه مثل دروغبا منذ أيام مارادونا مع نابولي. مورينو قال أن كل شيء في مارسيليا كان يدور حول اللاعب الإيفواري، وكنت مصرا على تدريبه لكي يظهر أفضل نسخة من إمكانياته. دروغبا يقود هجوم تشيلسي موسم 2004-2005. كان ذلك الفريق أحد أفضل النسخ التي قدمها مورينو في مسيرته، فريق جماعي بامتياز، 8 لاعبين سجلوا خلال الدوري أكثر من 7 أهداف، وكان دروغبا ثاني هداف النادي بعد فرانك لامبارد برصيد 16 هدفا. الفيل الإيفواري كان مصر على الفوز بأول ألقابه، وسجل هدفا حاسما في نهائي كأس الرابطة أمام نادي ليفربول في الأشواط الإضافية أهدى به اللقب لفريقه. والنادي اللندني كان على بعد خطوة واحدة على الفوز بالدوري الذهبي، إلا أن هزيمة الفريق أمام السيتي في الجولة التاسعة حرمت أبناء مورينو من تحقيق هذا الإنجاز. نادي تشيلسي نافس بجدية على جميع الألقاب، وحتى في دوري أبطال أوروبا انهزم الفريق في المباراة النصف نهائية أمام نادي ليفربول بعد أن تمكن من إقصاء كل من بايرن ميونخ وبرشلونة. ولم يكن الموسم اللاحق مختلفا كثيرا بالنسبة لدروغبا. العاجي يسجل 16 هدفا، منهم هدفين في نهائي كأس الدرع الخيرية أمام نادي أرسنال أهدى بها اللقب لفريقه. ونادي تشيلسي يفوز بالدوري للموسم الثاني على التوالي. في ذلك الوقت لم يكن مورينو راضيا 100% على أداء دروغبا، فهو يعلم جيدا أن العاجي مستواه أكبر بكثير من تسجيل 16 هدف في جميع المسابقات موسم 2006-2007. وبعد البداية السيئة لنادي تشيلسي وهزيمة في الجولة الثانية أمام نادي ميدلسبراو، وفي الجولة 11 في ديربي لندن أمام توتنهام، نادي تشيلسي يعزز صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية بأندريا تشيفشينكو نجم نادي ميلان، لتصبح تشكيلة تشيلسي أكثر رعبا. ثنائية تشيفشينكو ودروغبا في الهجوم كان خلفها وسط ميدان جبار يتكون من إسيان وماكيليلي وبالاك وفرانك لامبارد. هذا الموسم كان موسم انفجار دروغبا في الأراضي الإنجليزية. اللاعب الإيفواري يسجل 33 هدفا ويقدم 11 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات. ونادي تشيلسي يفوز بالإف اي كاب بفضل هدف دروغبا أمام اليونايتد في النهائي، وبكأس الرابطة بفضل ثنائيته أمام نادي أرسنال. في 3 مواسم دروغبا يحقق لقبه السادس مع نادي تشيلسي ويصبح أيقونة في مدينة لندن، فهو اللاعب الذي يحسم المباريات المهمة، وجماهير تشيلسي أصبحت لا تتغنى سوى باسمه. دروغبا أصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم، لاعب قاتل في منطقة الجزاء، يفوز تقريبا ب90% من صراعاته الهوائية، أهداف أسطورية من داخل أو من خارج منطقة الخطر. كل هذه الإمكانيات جعلت العاجي يتوج بجائزة أفضل لاعب إفريقي عام 2007 متفوقا على إيتو ومواطنه يايا توري. لكن الأهم أن دروغبا حل في المرتبة الرابعة في جائزة الكرة الذهبية. في نفس الموسم كانت كل التوقعات تشير أن دروغبا سيقدم عظمة في المواسم اللاحقة، لكن موسم 2007-2008 خيب توقعات الجميع، وكانت بداية النهاية لأحد أفضل أجيال تشيلسي. مورينو تتم إقالته مع بداية الموسم. دروغبا يتعرض لإصابة ويغيب عن معظم مباريات الدوري، ويتحصل على إقصاء في نهائي دوري الأبطال أمام اليونايتد في مباراة أضاع فيها أنيلكا ركلة الجزاء السابعة ليتمكن الشياطين الحمر من التتويج باللقب. ورغم أن الفريق لم يتوج بأي لقب طوال الموسم، إلا أن جماهير تشيلسي كانت راضية نوعا ما. فبعد الفشل في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في موسمين رفقة جوزيه مورينو والخروج أمام نادي ليفربول في مرتين متتاليتين، ها هو الفريق يتمكن من كسر عقدة الريدز بفضل ثنائية دروغبا
وهذا ما جعل رئيس نادي تشيلسي رومان أبراموفيتش يطمح جديا للفوز بلقب دوري الأبطال، وبعد إزاحة كل من اليوفي وليفربول في الثمن والربع نهائي بفضل أهداف دروغبا الحاسمة، جاءت ليالي الربيع التي كانت قاسية جدا على جماهير البلوز. اعتقد الجميع في المباراة النصف النهائية أن نادي برشلونة بقيادة غوارديولا وميسي وإيتو وهنري وتشافي وإنيستا سيسيطر على المباراة بالطول والعرض وسيحقق فوزا سهلا، إلا أن دروغبا آمن بحظوظ فريقه إلى آخر لحظة. They have Messi, Henry, Eto'o, Iniesta to score goals, but we have, I think, more players able to score. Our midfielders can score, our defenders can score, so the danger can come from every position. So we know that, and tomorrow we have to do everything to score goals and qualify. مباراة انتهت بالتعادل السلبي في الذهاب على ملعب الكامب نو بأداء دفاعي جبار للبلوز، وما حصل في مباراة العودة كان كابوسا لجماهير النادي اللندني. المباراة انطلقت بهدف إيسيان لفائدة نادي تشيلسي، والفريق استبسل دفاعيا وكان سدا منيعا أمام محاولة برشلونة العديدة ليأتي هدف إنيستا القاتل في الوقت البديل، والذي قضى على أحلام النادي اللندني في مباراة يعتبرها الكثيرون حتى اليوم مجزرة تحكيمية حطمت طموحات البلوز. ورغم فوز تشيلسي في نهائي الكأس أمام إيفرتون بفضل هدف دروغبا كالعادة، إلا أن الهزيمة القاسية أمام البارسا مررت فرحة رئيس النادي رومان أبراموفيتش، وخاصة المهاجم الإيفواري الذي قدم موسما آخر مخيبا للآمال رفقة نادي تشيلسي. ولكن هذا لم يمنع دروغبا في العام اللاحق من تقديم أفضل موسم في مسيرته: 43 مباراة، 37 هدفا، الفوز بالإف اي كاب، كأس الدرع الخيرية والدوري الإنجليزي. موسم عظيم لدروغبا مع النادي اللندني. اللاعب العاجي سجل بكل الطرق الممكنة بالرأس، كرة ثابتة من داخل أو من خارج منطقة الجزاء. الإيفواري أثبت أنه أحد أكثر المهاجمين تكاملا عبر تاريخ الدوري الإنجليزي، وللمرة الثانية في مسيرته دروغبا هدافا للدوري الإنجليزي، متفوقا على واين روني نجم نادي مانشستر يونايتد بمعدل 0.91 هدفا في كل مباراة. هذا الرقم لم يحققه سوى كريستيانو رونالدو في ذلك الوقت، ولويس سواريز وهاري كين وإيرلينغ هالاند لاحقا. دروغبا كون ثلاثيا ناريا في هجوم البلوز مع كل من أنيلكا وكالو. الإيفواري استغل على أكمل وجه تمريرات لامبارد ومالودا الاستثنائية ليسجل أكثر عدد ممكن من الأهداف ويمكن تشيلسي من تحقيق الدوري. ولكن دروغبا كان يعلم جيدا أن مواسمه في القمة الأوروبية شارفت على الانتهاء، فبعد 6 سنوات من انضمامه للبلوز ها هو دروغبا يصل إلى سن 32 عاما ولم يحقق بعد حلمه الأسمى بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا. ولكن رغم ذلك لم يكن موسم نادي تشيلسي ناجحا. 2010-2011 اليونايتد يحرم النادي اللندني من الفوز بالدوري الإنجليزي ويقصيه من دوري الأبطال، ودروغبا وبسبب انضمام فرناندو توريس للفريق وتقاسم خط الهجوم مع الإيفواري لم يسجل طوال الموسم سوى 13 هدفا. موسم 2011-2012 كان نصفه الأول هو الأسوأ في مسيرة دروغبا مع نادي تشيلسي تحت قيادة المدرب البرتغالي فيلاش بوش. دروغبا ترك كل هذا واتجه إلى الغابون للمشاركة رفقة منتخب بلاده في كأس إفريقيا، هذه المسابقة التي استعصت على منتخب الكوديفوار في النسخ الفارطة، وكانت المنتخبات العربية تشكل عقدة لنجم نادي تشيلسي. فبعد الهزيمة في النهائي عام 2006 أمام منتخب مصر تعرض زملاء دروغبا إلى هزيمة أخرى في نصف النهائي برباعية أمام الفراعنة عام 2008 قبل أن ينهزم المنتخب الإيفواري في نسخة عام 2010 أمام منتخب الجزائر في الربع نهائي. دروغبا كان أمام أحد فرصه الأخيرة للتتويج باللقب عام 2012
وتمكن دروغبا من قيادة منتخب بلاده إلى المباراة النهائية بعد أن سجل أمام السودان وغينيا الاستوائية، ولكنه يذيع ضربة جزاء بطريقة غريبة أمام منتخب زامبيا في النهائي، ويحرم منتخب بلاده من التتويج باللقب الإفريقي الأغلى. وفي سن 34 سنة كان دروغبا يعلم جيدا أنه أضاع آخر فرصة بالنسبة له للتتويج بلقب مع منتخب بلاده. وبالعودة إلى إنجلترا في ربيع عام 2012 وجد دروغبا أن فريقه لم يتحصل سوى على 3 نقاط من 12 نقطة ممكنة في فترة غيابه، وابتعد بشكل كبير عن المنافسة على الدوري. النادي اللندني وجه تركيزه نحو مسابقة دوري أبطال أوروبا، وبعد الهزيمة ب3 أهداف لهدف واحد أمام نابولي في مباراة الذهاب قاد دروغبا زملائه للقيام بريمونتادا تاريخية بعد أن نجح في التسجيل والصناعة ليفوز البلوز برباعية أمام نادي الجنوب الإيطالي. وبكل سهولة تمكن زملاء دروغبا من إقصاء نادي بنفيكا في المباراة الربع نهائية ليواجه الفريق نادي برشلونة في نصف نهائي دوري الأبطال بعد 3 سنوات من أشهر مواجهة التقى فيها الفريقين. مباراة الذهاب في ستانفورد بريدج، دروغبا أو بيج جيم بلاير كما يحلو لجماهير البلوز مناداته يحسم المباراة لفائدة نادي تشيلسي، والفريق يتقدم على النادي الكتالوني. لكن مباراة العودة كانت مختلفة تماما. في الشوط الأول بوسكيتس يعيد الأمور إلى نصابها، وجون تيري قائد الفريق يتعرض إلى إقصاء بعد تدخل ساذج على أليكسيس سانشيز. الأمور تتعكر بالنسبة لنادي تشيلسي، والجميع يتأكد من تواجد برشلونة في المباراة النهائية، خاصة بعد هدف إنيستا الذي أعطى التقدم في مجموع المباريات البلاوغرانا. لكن المباراة لم تنتهي بعد. قبل نهاية الشوط الأول البرازيلي راميريس يسجل هدفا تاريخي يعيد نادي تشيلسي إلى المقدمة في مجموع المباريات، والبقية مباراة تاريخية لدفاع البلوز وخصيصا للحارس بيتر تشيك الذي استبسل أمام هجمات النادي الكتالوني. وكان الحظ جزءا من اللعبة، وارتطمت ركلة الجزاء التي نفذها ليو ميسي بالعارضة ليطلق توريس في الدقيقة 91 رصاصة الرحمة التي مكنت البلوز من التواجد في النهائي بعد 4 سنوات من الهزيمة أمام اليونايتد. وقبل لعب المباراة النهائية أمام البايرن، نادي تشيلسي يتوج بلقب الاف اي كاب بعد الفوز على نادي ليفربول في مباراة سجل فيها دروغبا، والذي لم يعد يفاجئ جماهير تشيلسي حينما يسجل في المباريات النهائية. وكان هذا بعد أن سجل أحد أفضل أهداف مسيرته أمام نادي توتنهام في المباراة النصف نهائية. وبعد أسبوعين من الفوز بالكأس أمام ليفربول، نادي تشيلسي يواجه البايرن في المباراة النهائية وفي ميونخ بالذات. وبعد سيطرة كلية للنادي البافاري، توماس مولر ينجح في افتتاح النتيجة للبايرن، وقبل دقيقتين فقط من نهاية المباراة وإعلان فوز النادي الألماني بدوري أبطال أوروبا، رجل النهائيات يبصم على آخر نفحاته لجماهير تشيلسي ويسجل هدف التعادل في وقت قاتل. وفي الأشواط الإضافية دروغبا يرتكب خطأ على ريبيري في منطقة الجزاء كاد أن يكلفه ضياع حلم حياته بالتربع على عرش أوروبا، لكن بيتر تشيك يرفض انهزام تشيلسي ليمر الفريقين إلى ركلة الجزاء. خوان ماتا يضيع ركلة الجزاء من جهة تشيلسي، لكن بيتر تشيك يتصدى أمام أوليتش وكورت شفانشتايغر ترتطم بالقائم. دروغبا يسجل ضربة الجزاء الأخيرة، ونادي تشيلسي أخيرا بطل أوروبا. بعد 8 سنوات رفقة البلوز، دروغبا يحقق حلمه أخيرا، وبمساعدة تشيك يقود تشيلسي للفوز باللقب الأوروبي الأغلى. في قمة أوروبا في سن 34 سنة يقرر دروغبا مغادرة تشيلسي والاتجاه إلى الصين من بوابة نادي شانغهاي، قبل أن يتوجه إلى تركيا ويلعب رفقة نادي غالاتاساراي أين نجح في تحقيق لقب الدوري والكأس. وفي صيف 2014 دروغبا يلعب مباراته الأخيرة مع منتخب بلاده في مونديال البرازيل لينهي مشواره مع الفيلا بعد أن لعب 100 مباراة سجل خلالها 65 هدفا. لكن هذا لم يكن أهم ما قدمه دروغبا لبلده الكوت ديفوار. في تصفية كأس العالم عام 2006
كانت دولة الكوديفوار تعاني من حرب أهلية امتدت لسنوات، لكن المنتخب الإيفواري كان يتصدر مجموعته وعلى بعد انتصار وحيد للتأهل للمونديال للمرة الأولى في تاريخه، لكنه عليه الفوز على منتخب السودان في الخرطوم بالذات، وإلا فإن المنتخب الكاميروني هو من سيتأهل لمونديال ألمانيا. ولكن زملاء دروغبا حققوا المعجزة، وتمكن البلد الذي يعاني من الحرب الأهلية من التأهل لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه على حساب الكاميرون بالذات. وعمت الأفراح شوارع الطرفين المتنازعين في الكوديفوار اللذان اتفقا على وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة حتى يتمكنوا من الاحتفال بتأهل المنتخب. وهنا استغل دروغبا هذه الهدنة ووجه خطبة لكل الشعب الإيفواري قائلا: أيها الرجال والنساء في كوديفوار من الشمال والجنوب والشرق والغرب، أثبتنا اليوم أن كل الإيفواريين يمكنهم التواجد واللعب معا من أجل هدف مشترك وهو الوصول إلى كأس العالم. ونحن نعدكم أن الاحتفالات ستوحد هذا الشعب، الدولة الوحيدة بهذه الموارد في إفريقيا لا يمكن أن تنجر إلى حرب أهلية. رجاء ألقوا أسلحتكم وكل شيء سوف يكون بخير. نريد أن نفرح، لذا توقفوا عن إطلاق الرصاص. وبعد كلام دروغبا استجاب الطرفين المتنازعين واتفقوا على خارطة طريق تخرج الكوديفوار من حربها الأهلية، لتنتهي بهذا قصة أحد أعظم اللاعبين في التاريخ، ليس فقط من الجانب الرياضي بل أيضا إنسانيا، ديدييه دروغبا. إن أعجبك هذا الوثائقي وترغب منا في الاستمرار فدعمنا بلايك للفيديو واشترك في القناة.